بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم واخباركم ايه؟ يعني فيديو جديد كده معانا الحقيقه. عايزكم واحنا بنتكلم كده على الكوره في مصر الحقيقه ومستقبلها. يا جماعه احنا منتخب مصر ان شاء الله يوصل كاس عالم بامر الله في ماتش جيبوتي، ونطلع نلعب كاس عالم حلو. ان شاء الله نأدي في كاس العالم ونعمل ماتشات حلوه ونوصل على قد ما نوصل. لكن بعد كده انا عندي حاله من الخوف على مستقبل الكرة في مصر. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم بصوا منتخب مصر الشباب، بصوا فرق مصر الناشئين والشباب، بصوا عامله ازاي. عندنا لعيبه كويسه مش وحشين، بس مش افضل حاجه. هقول لكم ان بعد كاس العالم صلاح تقريبا هيبقى خلاص الامور بالنسبه له خلصت. مين اللي جاي؟ مرموش. جميل، مرموش لعيب كويس، بس هل فرقتنا ومنتخبنا الحقيقه يشيل؟ الشباب اللي جايه تشيل؟ موضوع صعب قوي بعد اللي احنا شفناه الحقيقه في كاس العالم للشباب في تشيلي، وموقف مصر الحقيقه واللي حصل. ادائهم، سيبكم بقى من انذارات وكلام الانذارات ده كله، الاداء نفسه والفكر نفسه والامكانيات نفسها والحاله الفنيه لبعض اللاعبين. هقول لك المنتخب ده يطلع منه اتنين تلاته، يعني اللي هم ايه، مش هنقول ليفل 1، هيبقى ليفل 2 بس هيبقوا موجودين. غير كده الامور صعبه جدا. انا يعني الحقيقه ما لومش اللعيبه، خلاص دي امكانيات لعيبه معينه وما عرفش حد يجي يطورهم. يعني ما عرفش حد يجي مدربين في الانديه بتاعتهم ولا مدربين في المنتخبات يطورهم الحقيقه. فاحنا رايحين على فين؟ الدنيا رايحه فين في المنتخبات؟ شكل منتخب مصر هيكون عامل ازاي؟ شايفين الدوري، شايفين اللعيبه في الدوري. يعني ارجو من المسؤولين يهتموا بالمسابقات القطاع، وارجو من الانديه المسؤولين في الانديه اهتموا بالمدربين في قطاعات الناشئين، طلعوا لعيبه كويسه بدل ما تستسهلوا وتروحوا تجيبوا لعيبه من بره بفلوس كتير ومش عارفين تصرفوا على مدربين، ومنها تصرفوا على لاعبين جوه القطاعات. في الاخر مصر هي اللي يعني مش هتستفيد. مصر هي اللي هيبقى شكلها عامل زي كده، بنطلع على الحركرك كاس عالم. يعني الامور بالنسبه لنا بتبقى صعبه جدا ان احنا نوصل لنهائي افريقيا، نوصل كاس عالم او ناخد البطوله. فالحقيقه ونشوف كده شكلنا ازاي في كاس العالم عامل ازاي. فالحقيقه يعني الوضع صعب جدا جدا في الكوره الفتره اللي جايه. ان شاء الله نبارك لبعض في ماتش جيبوتي بالوصول لكاس عالم. بس انا بقول لكم ما بعد كاس العالم وشكل الكوره في مصر هيبقى صعب جدا من وجهه نظري. يعني اعذروني، انا بحب بلدي وبحب كوره بلدي، وبحب بلدي يبقى اسمها في السماء الحقيقه.